يا مساء الورد والحب والياسمين على كل اللي بيسمعوني دلوقتي من كل مكان. معاكم زينب مصطفى وبرنامج ربع أبيض. الحب يعني الحياة والأمل والاهتمام والاحتواء. النهاردة موضوع حلقتنا عن الحب الحقيقي، وسؤال حلقتنا النهاردة: هل الحب الحقيقي هو الحب الأول؟ مستنية مشاركاتكم عن الحلقة. معظم الحب الأيام دي بيكون حب مزيف مليان نفاق وكذب، مفهوش أي تضحية ولا أي حاجة من الحاجات اللي كنا بنشوفها في أفلام الأبيض والأسود، ونادرا لما بنلاقي حب حقيقي. الحب ابتدى معانا من واحنا صغيرين، كنا بنتخيل نفسنا مع فارس أحلامنا وهو بياخدنا على حصان أبيض، وفضلت تكبر الفكرة دي معانا لحد ما وصلت لمعنى الحب. احنا كلنا واحنا صغيرين حبينا، كل واحد فينا ليه قصة حب وهو صغير بنسميه حب ابتدائي. كل واحد كان بيشارك مع اللي بيحبه أي حاجة، سواء كان ألم أو أكل، وفضل معنى الحب يكبر معانا لحد ما وصل لمرحلة النضج، وعرفنا إن الحب مش مجرد مشاركة بألم أو أكل، ده مشاركة في كل حاجة. عمرنا ما سألنا نفسنا إيه معنى الحب؟ الحب حياة، إنك ما تقدرش تعيش من غير اللي بتحبه. الحب تضحية، إنك ممكن تضحي بحاجة بتحبها في سبيل إن هو يكون مبسوط. الحب احتواء، إنك تبقى بالنسبة له الشخص الوحيد اللي ممكن يتكلم معاه وهو متضايق. الحب ليه معاني كتير ما بيتوصفش بالكلام. الحب كان موجود معانا على مر العصور، واتفق عليه جميع البشر حتى من أيام الفراعنة، وكل الأديان السماوية أمنت بالحب. الحب إنك تعيش من أجل حبيبك، إنك تتمنى ليه كل شيء حلو وتدعي له في صلاتك حتى لو كان اللي انت بتحبه ده مش من نصيبك. تتمنى ليه الخير لأن ربنا أكيد هيعوضك بحاجة أحسن. الحب شيء جميل، لكن للأسف بدأت الخيانة تملاه، ابتدى يبقى مزيف. الحب بقى بالنسبة للناس مجرد كلمة محدش بيحسها ولا عارف معناها. احنا خلينا معنى الحب محدود، أو بمعنى أصح شوهنا حاجة اسمها حب، خلينا الجانب المؤلم فيه أكتر من الجانب الحلو. اختاروا اللي بتحبوهم صح عشان تبقوا مطمنين إنهم مش هيسيبوكم أبدا. الحب الأول، كل اللي هيسمع الجملة دي هيفتكر حد بيحبه قوي، كان أول حب في حياته، سواء بقى كان حب من طرف واحد أو فرقتهم المشاكل أو لسه مكملين لحد دلوقتي. احنا كان سؤال حلقتنا: هل الحب الحقيقي هو الحب الأول؟ الناس في السؤال ده انقسمت نصين، نص قال إن الحب الحقيقي هو الحب الأول، والنص التاني قال لأ، الحب الأول مش هو الحب الحقيقي. وكل واحد بيقول رأيه على حسب تجربته اللي عاشها. كل واحد فينا عاش تجربة حب مؤلمة أو سعيدة، والتجربة المؤلمة دي بيكون أغلبها إنه حب من طرف واحد، واللي حبه ده محسش بيه وفضل يتعذب لحد ما قلبه انكسر، وحس إنه عمره ما هيحب تاني من كتر الألم اللي عاشه، وافتكر إن دي النهاية. لكن هي نهاية الحب مش نهاية حياتنا، بالعكس دي ممكن تكون بداية جديدة لحب جديد والحياة جديدة وربنا يعوضك بيه. الحب إنك تشارك مع اللي بتحبه لحظات جنانه وسعادته وحزنه. لحظات الحب هي اللحظات اللي بتسيب ذكرى معانا، بتحمل معاها كل معاني السعادة، فما تندموش على أي لحظة حب عشتوها حتى لو بقت ذكرى مؤلمة. الحب الذي ينتهي ليس حبا حقيقيا. خلصت حلقتنا بسرعة، كنت معاكم زينب مصطفى وبرنامج ربع أبيض. استنوني كل يوم 2 وحلقة جديدة.